الو، ازي الحال؟ بص يا بنت الناس، انا دلوقتي نزلت من القاهرة وجاي اقول لك كلمتين. ان شاء الله باذن الله هبيع ورثي في ابويا، وان شاء الله باذن الله هنتجوز، وكده كده انا ابويا هخلص عليه، عشان ده راجل معجدني في حياتي، ولا عارف اعيش ولا عارف اطلع ولا عارف اعمل اي حاجة. فانت تقولي لابوكي الحاج شبارة جاي النهارده وجايب ولاد عمه عشان يخطبني. وما تشيليش هم ابويا، قولوا له ابوه كده كده عيان، اعملوا له اي حاجه. ماشي يا باشا، يلا توزعي يا حنتي، يلا مع السلامه. اما جو يا حاج، هتخلص على مين؟ هتخلص على مين كيف؟ هتخلص على مين انت؟ مين كيف؟ انت متكلم مين؟ تقول له اجي لك بعد العشاء؟ بكلم واحد صاحبي، ما اقول له لقينا شاف لي شغلانه في مصر، ما اقول له همشي اسافر عليها. اما انا هتخلص على ابوك يا ده مش عليك انت والله. هتخلص على ابوك؟ ده مش عليك انت. لا انت على سمني. انا مش عليك انت. انا اجيب لك سندوتش وسمني فيه. انا مش عليك انت. يا شغال باليوميه تقول لي عسيم ابويا. انا مش عليك انت يا ابوي، يعني انا هسم ابوي؟ ايوه ده انت تعملها. انا اعملها؟ ايوه تعملها. حرام عليك يا ابوي. اذا كانوا حاطط لي قبل كده برشامه، ما تضايقهاش عليا يا ابوي. حاطط لي برشامه صراصير قبل كده. انا يا ابوي واكتشفت. انا يا ابوي اكتشفت جاي من القاهره عشان تموتني وتاخد ورثي. انا يا ابوي ده راجل شغال باليوميه يا اخي، حرام عليك واتق الله. والله يا ابوي ما عليك يا ابوي. ياخدم يقول لك وابو الولدان حسانه. والله ما عليك يا ابوي. يا ابوي يا اخي، وبنت مين اللي تخطبها دي؟ قول لي يا ابوي، ده واحد صاحب عايز يتجوز. فاما يرن عليا وما يقول لي، اما اقول له دلوقتي شوف حل، يا تبيع ابوه ميت، يا تبيع المرس اللي عندك، يا اما تشوف عمامك وولاد عمك. وريني ديك ايه؟ لا دي مش ده هي دي سماعه بلوتوث. الله يرحم ابوك. نعمل ايه؟ الزمن اتطور يا ابوي. الله يرحمنا الله يرحمنا. اللي الجيل اتطور. بنت مين دي؟ ما تحورش عليا خلاص. دي مش من هنا يا ابوي، دي مش لي اني. مش لك انت؟ ايوه دي مش لي اني. امال لمين؟ يعني انا هقول لها هموت ابوي. وهتموت ابو مين؟ يعني هي واحده هترضى تاخد واحد هيموت ابوه؟ لا يا اخي مش هترضى. لا هترضى. لا مش هترضى. لا ده طريق الشيطان ده وهترضى. بس فانا هعترف لك بالحقيقه يا ابوي. هعترف لك ايه؟ ده ابوك لابس الجلابيه والله اقسم بالله لابسها. بص انا هعترف لك يا ابويا، لابسها بالمشاقلب عشان خايف كده، خايف امشي حد يعمل لي عمل، ولو اتعملت عمل واتربطت انت عارف. انا يا ابويا هقول لك على الحقيقه. قول لي على الحقيقه. انا يا ابويا دلوقتي اشتغلت في القاهره. ايوه ما نفعتش. ايوه اشتغلت في المعراج ما نفعتش. ما انت كده كده فاشل ومش نافع. اشتغلت في البلد ما نفعتش. اشتغلت في الفراخ ما نفعتش. باصم بالختم كده اللي انت عواطلي. ما لقيتش حل يا ابوي ان غير اموتك وابيع المراس. يا فرحتي اعمل ايه؟ كنت جاي تموتني. جاي اموتك وابيع المراس. وبنت مين اللي دلتك على الكلام ده؟ بنت عمك محمود ابو الكفران بتاع نجع حماد. الراجل انت رحت للجماعه اللي قراباتنا اللي هناك دول؟ الجماعه اللي هم كانوا بيجوا عندنا على طول دول. يعني هي اللي ضحكت عليك وقالت موت ابوك؟ هي ما قالتش، ده انا اللي قلت هموته، يعني هموته. طب يا ابني عملتك حاجه وحشه. انت يا راجل انت ما وريتناش حاجه حلوه من ساعه ما وقعنا على وش الدنيا. يا ابني الكلب يا فاشل يا عواطلي يا عواطلوط انت. يا رتبع عوكه عكعوكه. انا يا ابوي انا يا ابوي دلوقتي ما اتفق عليكم السم من زمان يا وجبت لك نظاره LCD عشان تشوف البعيد والقريب فخر الدنيا. جاي تقول لك دلوقتي هموتك. يعني التربيه ده قوم روح قوم يا اخي. خد التليفون بتاعك ده ما شافكش في البيت تاني. ما شافكش في البيت تاني. اوعى تيجي عند الزراعه تاني. الله ونعم الوكيل. يلا تروح يا منك لله. روح يا تغور يا قول يا بردرتك دي يا اعمل كلب. انا غلطان لما وديتك كل المستشفيات عشان تعمل عينيك الفقريه دي يا احول. ادي العيال يا اخوه ده والديها. نروح فين من العيال؟